السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم عالم هديل المغربية. اليوم ان شاء الله جبت هذا الفيديو خاص للناس اللي كيعشقوا الخضره، الناس اللي كتعجبهم الطبيعه وتيقلبوا غير فين يتكالماو، خصوصا الناس الرباط. عرفتوا عندهم واحد الجريده خطيره بالضبط، جات هنايا في الطريق ديال شارع الناصر. شارع الناصر راه جاي قريب من لاكار الكبير، واحد الشارع اللي غزال ومعروف. عرفتوا هو هذا كما كتشوفوا مغطي بالشجر وفيه واحد لافيو غزاله، وحتى بالليل تيكون رائع، تيكون الضو شاعل في الارض. المهم في اخر الفيديو غادي تلقاو واحد القطه ديالته من الليل، كيكون في صراحه غزال. المهم خليكم معايا في هذا الفيديو باش نشوفوا هاد الجريده هذه. فهنا كيف ما كتشوفوا الاسم ديالها هي حديقه التجارب النباتيه، وتم التدشين ديالها في 2013 من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس، لان تعاود الاصلاح ديالها وداكشي ودشنها. فالصراحه رجعت غزاله وفنانه، ما عمري دخلت لها من قبل ولكن فنه. وفيها هاد الجهه هادي حتى من هنا تيدخلوا. حنا قررنا ندخلوا هنا، من بعد الا بقى لنا شي وقت نشوفوا الجهه الاخرى، لان جينا معطلين الخمسة، يمكن تيسدوا مع 6. واعره الصراحه. هو هادشي اللي كاين فيها لداخل. متحف فلاحي، واقيلا خصنا نمشيو للجهه الاخرى احسن من هادي. عرفتوا واحد الراحه نفسيه وواحد المناظر جميله جدا. وهنا بالنسبه للتوقيت نصحح لكم ماشي 6، لان حنا كنا كنظنوا انهم تيسدوا مع 6، وسولنا السيد اللي كيقابل بما انه كان الصيف قالنا بانهم تيسدوا حتى 8 عاد تيساليو. يعني يكفيكم الوقت انكم تجيو تساراو وتجلسوا تجيبوا وليداتكم يلعبوا، اللي عنده شي تروتينيت شي بيكالا شي يجيبها، وعنده الاتساع الكافي فين يلعب في الصراحه، ومحميه ومحظيه. صراحه غزاله والله ما سخناش حنا كاع نخرجوا منها. المهم هانتوما شوفوا هاد المناظر اللي فيها، مازال غادي نوريكم شي بلايص غزالين اللي دزت تصورت فيهم. والله العظيم من راحه نفسيه الواحد يجي لهنا ويجيب شي كتاب في يديه ويطفي التليفون وينسى العالم. وهنا كما سبقت وقلت لكم في الاول الفيديو بان فيها جوج ديال الجهات، ممكن تدخلوا على اليمين ممكن تدخلوا على اليسار. يعني ملي كتكون جاي مع شانطي كاين باب على اليمين، ممكن تقطع الشانطي وتدخل على اليسار، وجهه كتنسيك في جهه. عرفتوا رائعه وكالم وما فيهاش المشاكل، ما فيهاش الصداع، واعره. جناح نيوموريسكي. واو، عرفتوا راه فعلا راحه نفسيه والله. وهذا الشيء راه غيمشينا في الصيف والحراره، فما بالك في وقت الربيع كيفاش غادي تكون هاد البلاصه هادي. هنا واحد البلاصه دايره بحال شكل بيتات، وهما غير بالشجر، دايرين بالشجر، وفيهم الكراسه هنايا في القناه من لهنا ومن لهنا. تدخل انت كاع لهاد القنت وتنسى كاع داك الجرده كامله وتنسى كاع فين راك. عرفتوا واعره. زوينه منظمه نقيه مقابلينها فعلا. وشنو غادي نزيد نقول لكم فوق هادشي كامل، انها فابور، يعني كتدخلوا ليها بزيرو درهم، هي كتمشي وتقول السلام عليكم وتدخل. فابور.
صراحه دوزنا واحد العشيه غزاله، ما سخيناش نخرجوا، لعبات بنتي بزاف وفرحات وعجباتها بزاف لانها كالم وما فيهاش صداع، وما سخيتش نخرج منها والله ما سخيت، ولكن ضروري خرجنا. ايوا وكملناها هنايا شويه في الرباط جهه لاكار، دزنا ودرنا دويره وداك الشيء راكم عارفين. المهم وهنا صورت معكم شويه هنايا في هذا القنت هذه جهه لاكار، لان كان هذا تقريبا بقاتنا غير شي 4 جوغ باش نرجعوا. مشينا قطعنا التيكي ودزنا ضربنا دويره هنايا وصورت لكم. المهم كنحاول نصور لكم علاش قديت. وبصراحه مدينه الرباط زوينه وناسها ولافين، ومدينه ولافه اصلا. انا كتعجبني مدينه الرباط بزاف بناسها بكل شيء ليها، وكل مره كنكتشف فيها قنت زوين وكنحاول نشارك معكم. بهذا كنقول لكم وصلت معكم لنهايه هذا الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وكنختم لكم هذا الفيديو بشارع النصر في الليل، الشارع اللي هو جميل بزاف بزاف بزاف. انا شاركته معكم، كتكون في ديك الاضاءه الجميله، شارع رومانسي بامتياز. وكنبغي نقول لكم الى اللقاء، موعدنا فيديو جديد ان شاء الله.